تحطوا معلقة زايدة يقولوا لا، مع الرغم انه ما فيها كل هالقد يعني توم، بس بيقولوها شوربة التوم. عاملة مرقة دجاج عندي، فمشان هيك رح احط 3 بقدي هلا. وهي رح ننزل الطماط، بننزل الخبزات. هو انا مع انه مأمرين يعني بتقدروا تنزلوا الخبزات مشان تأمرون شوي مع الزيت. هلا بعد ما حمرناهم شوي رح احط الخبزات. عندي 75 غرام انا، يعني شوفوا انتوا تقدروا تحطوا معلقة زايدة زيت، وإتمام احط معلقة بابريكا، معلقة صغيرة، وهي معلقة صغيرة بابريكا. رح نصب بسم الله. انا ما رح احط اللتر، يعني بتكون تخبز 3/4. كمان دبس فليفله انا جايبته جاهز، بيعطيها طعمه ظريف. رح احط لها شويه ملح، لقيت انا الان بيحطوها هيك بحالها هيك. ورح احط هلا بيضه ثانيه، وهي البيضه الثانيه بسم الله. ديه هي عم بسكبها، قلت لارجيكم مشان شغلات البيض هلا. والله. Make a Portuguese soup called assorda. The name means bread soup, and it's a very simple soup to make. I start by grinding down garlic and cilantro with a pinch of salt. Once this has become a paste, I then add in olive oil, mixing until it's well incorporated. If you don't have a mortar and pestle, you can use a food processor. Next, I carefully poach an egg in chicken broth and then slice and toast a piece of bread. After that, I move a spoonful of paste to a bowl, top with hot chicken broth, and give it a good stir. Once it's well mixed together, I top with my toast, olive oil, the poached egg, and some breadcrumbs. And there you have a simple immune-boosting soup for this fall. حساء الثوم هو من وجبات الغداء المفضلة لدى الإسبان، وهو وجبة سهلة التحضير ولكنها لذيذة أيضا. في المطبخ يسكب خوان مانييرو الحساء في فرن بدرجة حرارة تصل إلى 190 درجة، يكون جاهزا ويقدم للضيوف ساخنا. إلى جانب الثوم تضاف شرائح لحم الخنزير إلى الحساء، وكذلك الملح والفلفل. في البدء يقلي رئيس الطهاة الثوم في زيت الزيتون، ثم يضيف إليها الشرائح المربعة الشكل، وتوضع شطائر الخبز الأبيض البائت في المقلاة. عندما يكون الخبز صلبا يسهل تقطيعه، وإذا بات الخبز يوما كاملا فإنه يصبح متماسكا، وهذا ما نريده. يقلى الخبز حتى يصبح لونه أصفرا ذهبيا، ويضاف إليه مسحوق الفلفل الحلو والماء الساخن ثم الملح. حساء الثوم هو من وجبات الغداء المفضلة لدى الإسبان، وهو وجبة سهلة التحضير ولكنها لذيذة أيضا. في المطبخ يسكب خوان مانييرو الحساء في قوالب تحتمل الحرارة ويضع عليها البيض. وبعد 5 دقائق من وضع حساء الثوم في فرن بدرجة حرارة تصل إلى 190 درجة، يكون جاهزا ويقدم للضيوف ساخنا.